أهلا وسهلا فيكم في قناتنا ألف باء الطبخ. اليوم رح نعمل مع بعض أذكى وأسهل وأطيب صوص شوكولاتة أو ممكن نسميه جناش شوكولاتة. هذا الصوص طبعا ليش بستخدمه أنا؟ لتزيين الكيكات، فأنا بستخدمه بشكل خاص، بزين فيه كيكة الشوكولاتة اللي بعملها بالبيت. هلا ممكن تستخدموه استخدامات كثيرة، طبعا كثير طعمه زاكي، طريقته سهلة بسيطة، بخطوة واحدة فقط بحط كل المكونات في شاف الخلاط بيطلع معي أذكى وأطيب صوص وأسهل صوص. طبعا هاي المكونات قابلة للتعديل والتغيير حسب المتوفر عندنا بالبيت. انا حطيت الاشياء المتوفرة عندي بالبيت اللي طعمها زاكي متناسقة وظابطة مع بعض. هلا انتم بتقدروا تزيدوا او تنقصوا حسب الاشياء المتوفرة عندكم بالبيت وما تكلفوا حالكم اي اشي. هلا بالنسبة للكاكاو، طبعا انا استخدمت الكاكاو الخام السادة غير المحلى. هلا ممكن تستخدموا اي نوع كاكاو تاني، بس هو انا استخدمت هذا النوع عشان يعطيني اللون الغامق اللي ظاهر عندي. هلا تعالوا نتعرف مع بعض على المقادير. مقاديرنا سهلة وبسيطة ومتوفرة عندنا ان شاء الله كلنا. هلا بالبداية رح استخدم نص، فانا سميته صوص النص، اللي هي نص ايش؟ نص كاسة مي، نص كاسة زيت نباتي، نص كاسة حليب بودرة، نص كاسة سكر ناعم، سكر ناعم مش خشاش عشان يطلع صوص ناعم، نص كاسة كاكاو خام غير محلى، 3 معالق كريمة طبعا ممكن استغني عنهم، شوكولاتة خام كمية بسيطة اي قطعة عندي ممكن من 10 قرش بتكفي، معلقة فانيلا صغيرة، رشة ملح طبعا، وباكيت جيمار او علبة قشطة. هلا راح احط كل المكونات مع بعض واخلطهم بشاف الخلاط. هلا بالنسبة للمي، مي عادية من الحنفية مش فاترة. هلا بالنسبة للكريمة ممكن اشيلها، بس انا حطيتها بتعطي نكهة طبعا وطعم. هلا بالنسبة للفانيلا والملح ضروريين عشان يعطوا نكهة. طبعا الشوكولاتة الخام انا قطعتها قطع صغيرة عشان شفرات الخلاط ما تخرب. اذا عندي انا شاف الخلاط او شاف المولينكس افضل من محضرة الطعام. طبعا زيت نباتي لازم يكون نظيف مش مستخدم، نص كاسة مي، حكينا مي من حنفية عادية، وباكيت جيمر او علبة قشطة. طبعا هاي كل هالمكونات مع بعض بالخلاط بضربها لحد ما تختلط مع بعض كويس، ونرجع نشوف الصوص كيف قوامه راح يكون. طيب اذا هيك انا راح اضربهم هلا على السريع، راح اضلني اضرب فيهم لحد ما يختلطوا مع بعض. اطلعوا كيف ما احلاهم، كيف لونهم. هي قوام الصوص اللي عندي. اذا بتحبوه يكون اخف شوي ممكن تزيدوا كمية المي. هلا انا بحب هاي القوام اللي عندي، بس اذا بدكم اياه اخف من هيك بتزيدوا كمية المي، بتطلعوا لحتى 3/4 كاسة المي بكون اخف من هيك. اذا هاي الصوص طلعوا ما احلاه كيف قوامه. طبعا هو قوامه جامد شوي عشان انا بدي ازين فيه الكيكات او تورتات الكيك، فما بدي اياها تكون كثير سائل عشان ما ينزل عن الكيكة. حكيت انا اذا بدنا اياه اخف من هيك بنزيد كمية المي، 3/4 الكاسة مي بكون اخف من هيك شوي. اذا هي القوام طلعوا. الملمس طبعا ناعم جدا. شو اللي اعطاني ملمس نعومة الملمس؟ انه سكر كان ناعم اللي هو سكر البودرة، ما كان حبيبات. لو كان حبيبات بيطلع ايش خشن. طبعا الشوكولاتة قبل ما احطها لازم اقطعها قطع صغيرة عشان تذوب معي. هي اعطاني هذا القوام والملمس الناعم. طبعا الطعم زاكي كتير والريحة طبعا هي القوام طبعا ممتاز، طلعوا ما احلاه، والنعومة بتجنن. طبعا هي النعومة من السكر البودرة. هلا طلعوا كيف عندي هلا كثافته. طبعا انا هاي الكثافة عندي مناسبة لتزيين الكيكات والتورتات. اذا انتم بتحبوا اخف اكيد بنخفف بشوية مي، فبنزيد كمية مي 3/4 الكاسة. بتمنى تعجبكم النتيجة، ويا ريت تشتركوا معنا بالقناة وتحطوا تفعلوا زر الجرس، تحطوا لايك، ويعطيكم الف عافية وشكرا للمتابعة.